قولي بس. قولي بس يا ربع. لا ولا حاجة، أنا خدت الحاجة زينب وجئت إن هم خرجوا الحاجة زينب وفي ضابط بقى مسكني في حوالي بتاع عدد كبير جدا خد شنطتي ومشي قيد وحركتي وفجأة لقيت نفسي بطير وبحاول مش عارفة أخرج، راحوا شايليني ورموني داخل الحاجة داخل الكرتون مرة ثانية. وطبعا رفضوا ان انا اعمل محضر اسم عصر اليمين. كم واحد فوق في النيابة؟ 9. طب اسمائهم ايه؟ ما تعرفيش؟ ازاي ما يعرفش ايه؟ طب ايه اسمائهم ايه عشان المنزلة بس كده؟ محمد العجمي وصباح المولكي ومين؟ وعم فتحي ناوي محمد عادل محمد عادل اه مش فاكرة ايه الاسماء لانه طبعا الخط والضغط مأثر عليا. انت عارف دول كانوا معانا في العربية محضر رافضين ان انا اعمل محضر. قالوا لنا جول في السنة هطلعكم فيه. وبيتر بتاع الصرافة. بس هتعملي فين دلوقتي بقى؟ عايزة اروح المستشفى اعمل تقرير طبي علشان اقدم بلاغ للنائب العام. اشكرك ونبقى تقف لان النيابات مقفولة. لبس سيدة زينب ولبس سيدة زينب. تعملي طب بس كده؟ دي هي مأساة وكارثة يحصل يعني. انتوا خدوكم مع اللي طلعوهم في الصحراء ولا ايه حوار الصحراء ده؟ لا انا مش في الصحراء انا. طب قول لي بقى ايه اللي حصل في الصحراء؟ ايه اللي حصل في الصحراء؟ هم خدونا حتى العربية ورايا. قول بس قول. كنا في البداية 9 جابوا ناس عينة بين 38. بعد كده بدأوا يوزعوا الناس على العربيات ويجيبوا ناس من العربيات الثانية هنا يوزعوا ناس من العربيات الثانية. قعدنا لغاية الساعة 5 تقريبا في العربية بدأت العربيات تتحرك من سيدة زينب. الساعة 7 تقريبا في البطانية كنا داخلوا بينزلوا 2 صغيرين على الطريق السريع ده وبس 7 وربع تقريبا كنا من العربية. جت العربيات من هنا جت 4 عربيات خلف الناس بس ضربتوا بقى كم واحد ضربوا اتبهدلوا؟ وكان واحد قدامه طويل كده الولد بتاعك ماشي كان بيشتموا